احداث كتيره حصلت على مدار الاسبوع اللي فات، لو ابتدينا حتى بس بيوم الجمعه، ومظاهرات متعدده في اماكن، يعني في اماكن مختلفه. كان في روكسي، كان في جامع الفتح، كان في ميدان مصطفى محمود، وطبعا ميدان التحرير المستمر العظيم. وتصريحات مختلفه من الثوار المختلفين، تصريحات مختلفه من المجلس الاعلى للقوات المسلحه. تعديل قانون الغدر هيتغير ولا لا، محاكمات، نقل محاكمات لشرم الشيخ في ظل توتر وقلق والناس عندها عدم ثقه في قرار زي ده. يعني خلونا نعرف تفاصيل وتعليق ضيوفنا اللي بيشرفونا معانا النهارده في الاستوديو، نعرف تعليقهم على الاحداث اللي حصلت على مدار الاسبوع اللي فات. بيشرفنا يكون معانا استاذ يسري العزباوي، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد. والاستاذ جمال عيد، مدير الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان. نورنا يا فندم. اهلا بك. انا قبل ما ابتدي اتكلم على اي تفاصيل، انا عايز اعرف انطباع عام عن يوم الجمعه اللي فاتت. يعني قبل ما اتكلم على اي تفاصيل في الاخبار اذا كانت عباسيه ولا محاكمات، ممكن تدي حضرتك يعني انطباع حضرتك عام عن يوم الجمعه اللي فاتت؟ هو في الحقيقه هو انطباع صحي تماما، لان المظاهرات المتعدده دي نتيجه لحاله من حالات التعطش للديمقراطيه. ومع ذلك المطالب في الميادين المختلفه، سواء كانت في السويس او في القاهره او في اسكندريه، كلها مطالب واحده، ولكن كل ميدان بيرتب المطالب بتاعته من وجهة نظره الشخصية ومن وجهة نظر اللي هو مؤمن بيها. فعلى سبيل المثال روكسي كان بينادي بفكرة الاستقرار، وان احنا ناخد خطوة للعمل، على الرغم ان هو برضو مع فكرة المحاكمات وفكرة تحقيق مطالب الثورة، وهو كان بينادي بفكرة اكتمال الثورة الى ميدان التحرير ايضا كان حاطط اولوية اولى عنده فكرة سرعة المحاكمات، وده اللي حصل في الأربعين في السويس واللي حصل في اسكندريه. فبالتالي دي ظاهره صحيه بيعيشها المجتمع المصري بعد 30 سنه او 50 سنه من غياب الديمقراطيه. ولكن حتى داخل ميدان التحرير حضرتك لو تلاحظي ان المنصات المختلفه داخل ميدان التحرير مختلفه على فكره ترتيب الاولويات وترتيب خطوات المرحله الانتقاليه وترتيب المطالب نفسها، يعني ايهما ياتي اولا ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. لما بتكلم عن مظاهرات دايما بتكلم على ميادين مصر والمحافظات كميادين التحرير، بس هو المختلف عندي هو الفتح وروكسي ومصطفى محمود. بحس ان الباقي كله ضمنيا متفق. فاستاذ جمال، بس عندي اختلاف بسيط في انه هم مش كلهم على قدم المساواه. يعني في مطالب حقيقيه نتيجه يعني الناس اللي احنا منهم شايفين انه كان في ثوره وفي بطء في افضل تقدير، يعني مش عادل. وممكن في بعض الناس بيشوفوا انه في تواطؤ وعدم حياد وفي بطء في المحاكمات، في حين المحاكمات العسكريه بتتحرك بسرعه جدا. انه الدكتاتور كان طول الوقت بيقضي وقته في شرم الشيخ وما زال في شرم الشيخ، وكانهم هيرفعوا عن حبيب العدلي فمودينه شرم الشيخ. في مطالب. وكمان هم الناس في التحرير في السويس في اسكندريه في بورسعيد بيتحركوا في مطالب ومركزين عليها. للاسف ما رايناه على الجانب الاخر هو مش تكافؤ. ناس خارجين بوهم الاستقرار او ما يسمى بعجله الانتاج دون النظر للاسباب او المجموع جمع الفتح اللي هدفهم انهم يهاجموا اخرين مش ليهم مطالب. فلا، الاثنين مش على قدم المساواه. اللي بيتكلموا على عجله الانتاج والاستقرار، طيب مطالب التحرير ومطالب الشعب اللي عمل الثوره دي انه في هذا الجزء حد ادنى عادل يحفظ كرامه المصريين للاجور 1200 مطلب جنيه. واضح يعني. وكمان ما في يعني الروكسي والفتح كانوا بيشهروا بالاخرين، وده مش عادل. الاخرين بيمارسوا حقهم المشروع. ممكن تختلف معايا، ده حقك، لكن مش دورك تخرج عشان تهاجمني انا، مش دورك تعمل مظاهره عشان تقولي ان انت مختلف معايا. وكمان ان يعني انه اللي خارجين في روكسي او الفتح او يعني اللي ناوي يخرج معاهم بيتكلموا على النتيجه مش على الاسباب. اللي في التحرير مفيش حد حابب يسيب بيته وسريره ويروح ينام اكتر من 3 اسابيع في الشارع وهو مطالبه مش خاصه بيه هو كشخص، خاصه بالبلد دي. مفيش استقرار ولا عجله انتاج، وهي الناس مش مطمئنه، وهي الناس حاسه ان بتتسحب منها دم الشهداء والعداله اللي ضاعت. طيب استاذ جمال واستاذ يسري، هنروح نشوف تقرير فيه تجميع لاهم الاحداث اللي حصلت على مدار الاسبوع، ونرجع نتكلم على طول على احداث العباسيه اللي مصر كلها شهدتها يوم السبت والحد اللي فاتوا. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه.
الأحداث في مصر هذا الأسبوع كمثيلتها في الأسابيع الماضية، غليان وصراعات واعتصامات ومسيرات، ونتوقف قليلا عند المسيرات. بدأت أحداث العباسية كما سميت بمسيرة للشباب المعتصم بالتحرير، وبدأت سلمية حتى تدخلت أطراف أخرى من البلطجية وبعض أهالي المناطق المجاورة للعباسية. ولا نعرف حقيقة من الذي يدفع بالبلطجية، هل هو فلول الحزب الوطني أم أمن الدولة؟ لكننا نعرف شيئا واحدا، أن المسيرة بدأت سلمية ولكنها لم تنتهي سلمية. من الأخبار الإيجابية التي حدثت هذا الأسبوع هي تمكين أسر الشهداء من رؤية حبيب العدل خلف القضبان وبالبدلة الزرقاء. وكان هذا خبر حسن لكل المصريين، مع أن القضية تأجلت وانضمت لقضية مبارك بشرم الشيخ. مظاهرة سلمية 100%، معلنة انها سلمية والناس رايحة عزل. ازاي تحولت مش عايز اقول العنف الشديد اللي حصل ده، اللي احنا محتاجين نفهمه من ضيوفنا النهارده. استاذ جمال، حضرتك شايف ازاي حصل الشفت من مظاهرة النقلة العظيمة ما بين مظاهرة سلمية وناس رايحة بتهتف هتافات سلمية 100% وفعليا رايحين من غير اي اسلحة، لان يبقى فيها مولوتوف وهذا العنف اللي كلنا شاهدناه؟ لو عايزين من وجهة نظرنا، لو عايزين نفهم ما حدث في العباسية لازم نرجع خطوة لورا. اتفضل. انه مساحة التحريض الواسع اللي مفتقد لأي درجات ذكاء أو أي حصافة سياسية اللي أدلى بيها عضو المجلس العسكري اللي هو حسن الرويني. كان في تحريض وتخوين وتشهير، ولأن الناس حتى الآن الكثير منهم، وممكن احنا بنشوف انه لا في المجلس العسكري يعني مساحات حرص وكذا، وانه الاخطاء المتكرره اللي بيعملها نتيجه ارتباك، فالبعض ما زال بيثق. فلما يبقى يطلع حد مسؤول يعني سياسي في هذه اللحظه وينتقد ويقول ده في تمويل، ده تحريض، دول خارجين يخربوا، طبعا انا لو مواطن بسيط هحمي مكاني بالظبط، لو مواطن بسيط هخرج واستعد للبلطجيه اللي جايين دول. صحيح. اللي حصل طبعا ان الناس متحرضه، جزء من اهالي العباسيه اتحرضوا نتيجه ده. يعني هم مش متصورين ان دي مسيره بتتحرك رايحه تقدم مطالب مشروع. في ناس قاعدين يقولوا ايه اللي يوديهم عند وزاره الدفاع وكذا. مشروع جدا. انا ممكن لو كنا بنعمل مظاهرات ايام الدكتاتور نروح عند قصر عابدين، وكنا بنعمل مظاهرات عشان نروح عند قصر القبه نقدم ما يسمى المظلمه او الشكوى. ده شيء مشروع وقانوني تماما. وبعدين انا مش رايح، يعني انا رايح اقدم للمجلس، فمش واخد ولا معايا مولوتوف ولا رايح اعتدي على اهالي. في الحقيقه ما حدث انه الاهالي اللي اتحرضوا بالاضافه للمخبرين والمرشدين اللي كانوا تابعين لجهاز الشرطه، والان المجلس العسكري هو اللي بيدير البلد وهو اللي بيدير قطاع من جهاز الشرطه، وهو اللي بيستخدمهم وبيستخدم تابعيهم او عبيدهم اللي هم الشرطه والمخبرين. دول مش بلطجيه، كلمه بلطجيه اصلها واسعه قوي. يعني احنا فعلا هنتحول لطبقيين وعنصريين لما نحكم على حد بمظهره البسيط لانه غلبان على انه بلطجي. في الحقيقه لا، دول مخبرين ومرشدين. تمام. ودول هم اللي استخدموا الاسلحه، فالاخرين كانوا بيحاولوا يحموا نفسهم. تمام. استاذ يوسف، حضرتك شايف انه ليه حصل التحول؟ حضرتك شايف احداث العباسيه ازاي يا فندم؟ هو في الحقيقه في حاجتين لازم نتحدث فيهم. الاول احب اوضح معلومه، بس انا لما كنت بقول الميادين المختلفه المطالب، هناك اجماع او تصنيف حوالين ان المطالب واحده. اللي كانوا موجودين في ميدان روكسي ايضا كانوا بينادوا بنفس المطالب الموجوده في ميدان التحرير، ولكن فكره التطاول من الاطراف والاتهامات المتبادله هي التي ادت الى
ما حدث في ميدان مفيش العباسيه. تطاول ولا اتهامات ايضا متبادلة. حضرتك ما بيهاجموش لا حد تاني لا يعني. اللي في روكسي طلعوا قالوا احنا مع الثوره، واحنا كنا في ميدان التحرير، واحنا بنطالب بالاستقرار، احنا بنطالب بمهله معينه، احنا مش عاوزين خيانه للمؤسسه العسكريه او الاتهامات، لان دي المؤسسه الوحيده الباقيه متماسكه حتى هذه اللحظات في مصر، فمش عاوزين المؤسسه دي تنهار، لان المؤسسه دي لو انهارت معناها انهيار الدوله المصريه واستكمال انهيار الدوله المصريه. احنا عندنا مصر بطنها حاليا مفتوح. ده حاليا. النقطه الثانيه بالنسبه لحضرتك الحدث في ميدان العباسيه، بلا شك ان هذه الاحداث مدبره، واخد حضرتك؟ حتى لو شارك فيها ابناء العباسيه، فهذا تواطؤ ايضا على المتظاهرين اللي هم طالعين بشكل سلمي، اللي هم رايحين كما يتحدث الاستاذ جمال على ان هم رايحين بمظلمه للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، اللي هم اعلى سلطه دلوقتي موجوده في مصر، وهم بيمارسوا دور السياسي، وبالتالي من حق جميع المواطنين ان هم ينتقدوا خطوات المجلس الاعلى للقوات المسلحه. النقطه الثانيه والمهمه جدا ان احداث ميدان العباسيه ده مؤشر على انحراف الثوره عن المسار الطبيعي ليها، بمعنى ان الثوره قامت بفكره سلميه مدنيه، بمعنى ان الهدف الاساسي من الثوره، واحنا بهرنا العالم كله بهذا المبدا الجميل اللي هو سلميه الثوره ومدنيه الثوره، واخد بال حضرتك؟ ده ما كانش شعار بعض المظاهرات. بالظبط. الحاجه الثانيه حضرتك، ده مؤشر على ان فكره آلية الحوار حاليا وآلية الانتقال والفترة الانتقالية يحصل فيها نوع من الانحراف. آلية الانتقال كانت يعني سلمية طول الوقت، كانت ماشية التعميم الشديدة دي كانت ماشية. لا يعني مش ما تجيش التعميم الشديد والحوار بس حضرتك. اكمل مين اللي عمل؟ لازم عشان نقومنا لازم نحدد مين اللي بيخطئ، ونبقى عندنا الشجاعة ونقول المجلس العسكري في الحقيقه بيورط الناس في كوارث وعيب عليهم. طيب استاذ جمال ثانيه واحده، اتفضل يا استاذ يسري كمل جملتك. اكمل يعني وجهه نظري. اتفضل. اولا يعني انا قلت في بدايه كلامي ان الاحداث دي مدبره، دي كلام ما فيهاش فصال. مدبره من مين طيب؟ مدبره بقى من اما من فلول نقول بامانه، نقول بامانه الحزب الوطني ده يا دكتور، مين اللي مدبره؟ المجلس العسكري من التحرير ولا اللي منتظرهم؟ لا انا ما قلتش، انا قلت التحرير. مين اللي مدبرها؟ مين اللي مدبرها؟ كملي تحقيق. لو سمحت اكمل هدي حضرتك الفرصه ترد. انا قلت احنا زهقنا من التعميم. كانوا الناس بيموتوا في الشارع وحد بيتكلم عن علاقته بالفنان في مقاله ما، اتكلم فيما يعني. انا بتكلم انا ما قطعتش حضرتك في الكلام. وانا بتكلم من الاول خالص ان المظاهره طالعه سلميه وكان معلن عنها، وحتى تم نوع من يعني كردون على المتظاهرين اللي هم طالعين بشكل سلمي للمجلس العسكري، فده يوحي ان الحادث نفسه مدبر، وان اللي حصل ده انحراف على فكره مدنيه وسلميه الثوره المصريه من قبل مين؟ ما هو ده اللي انا بسال حضرتك. من قبل فلول الحزب الوطني. دي حضرتك رايك انت مين؟ اذا محمد ابو تريكه ولا كائنات من الفضاء ولا مين بالظبط؟ مين اللي مدبر؟ هو مصنفها فلول الحزب الوطني. انا بقول ايه حضرتك؟ رايك مين اللي دبر؟ انا بقول لحضرتك فلول الحزب الوطني، ربما المجلس العسكري، ربما اخرين، ربما ناس مستفيدين من فكره انهيار السلميه بتاعه الثوره اللي بهرنا بها العالم. هناك اقاويل كثيره جدا وتوقعات مفتوحه جدا. ما عندكش حد معين بتتهمه. القضاء نفسه حتى هذه اللحظه لم يثبت مين المتورط طبعا. والمجلس وكلنا طلبنا المجلس القومي لحقوق الانسان ان هو يعمل تحقيقات. ما راي حضرتك في التصريحات بتاعه اللي هو حسن الرويني اللي في الحقيقه بينتقد، ولو حد انتقده ممكن يتحاكم عسكريا؟ هل ليها دور؟ طبعا ده ما فيش طيب. فصال. ممكن هو حضرتك بشكل بسيط كده ومبسط، فكره البيان اللي هو 69 اللي طلع من المجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي هو بيتهم في حركه 6 ابريل من مبدا الخيانه او تلقي اموال من الخارج، هذا المبدا مرفوض تماما، واخد بال حضرتك؟ لان 6 ابريل او غيرها من القوى الوطنيه اللي قامت بالثوره الجميله اللي بهرنا بيها العالم ده كله، مش مستحيل ان احنا نشوه صورتها باي شكل من الاشكال. تمام. ايضا الفكره هنا فكره التخوين وفكره العداء ونصاب العداء لكل تيار، او فكره ان احنا عاوزين نفض الاعتصام باي شكل من الاشكال هيؤدي الى انحراف الثوره ومش هنكمل اهداف هي الثوره. بس عشان قبل ما ننتقل لاستاذ جمال، هي ثوره وثوره هم في نفس الاتجاه من يوم ما بداوا يوم 25.
كون انها تطلع بره مسارها ده من ناس تانية، مش من الثوار ما أنا بقول نفسهم. يعني لحضرتك- الثوار ماشيين في خط واحد من يوم 25 لغايه ما انا دلوقتي. بقول لحضرتك انت عند حضرتك قوى سياسيه متعدده تمام. داخل المجتمع المصري. استاذ جمال، حضرتك شايف تصريحات اللواء الرويني المختلفه بما فيها طبعا تعليقه على حركه 6 ابريل وحركه كفايه، وفكره كمان انه هو اعلن ان هو احيانا كانوا بيحتاجوا يطلقوا بعض الشائعات في ميدان التحرير لتهدئه الناس او لعدم تهدئه الناس. طيب، حضرتك شايف أنا التصريحات دي ازاي؟ بالظبط